السلام عليكم. والله يا بنات أنا عايزة أوصيكم توصية سريعة. دايرة أوصيكم عن الحياة الزوجية. الحياة الزوجية دي كلها أسرار. من يوم ما أنت اتزوجتي وجيتي بيتك ده كله مليان بالأسرار. أول حاجة سرك في البيت ما تطلعي لي أي زول. السر اللي بيجري بينك وبين راجلك ما تطلعيه لأي زول، لا أمك لا أختك لا صاحبتك لا أي زول. خليكي كاتمة سرك. أيوة. الحاجة التانية في وحدات الوحدة يعني تجيكي من الصباح تتونس معاكي، ها أبوكم كيف واشتغل كيف ودخل شنو، لاقلك شغال شنو، دخله شنو، بدخل كم، بتصرفي كم، احتفظي بيهم. مصروفك اليوم بتدوكي ليه كم، احتفظي بيهم. لأنه في واحدة بتحب الفتن بتاخد مصاريف أقل من حقاتك. ولما تشوفي كده بتيجي تقول لك سعي رقب. يعني أنا مثلا ليلة بدوني 100 للمصاريف، تيجي تقول لك انت بتاخدي 50، ال 50 بتعمل لك شنو؟ انا والله ال 100 وما مكفيه انا وابونا، في حين انه هي ال 20 ما بتاخدها. لكن شنو عايشه حياتها بالكذب بالفتنه، بتفتن بين النسوان. عشان كده بتحتفظي بسرك، بس سرك ما تطلعيه لبرا، خليكي كاتمه اسرارك. انت عارفه المشاكل اللي بتحصل كلها من حواليك دي، والحسد والحقد كله من شنو؟ من لسانك ده. ابونا جاب لنا، ابونا سوى لنا، ابونا عنده رصيد في البنك كده، ابونا دار يغير عربيته، ابونا دار التباهي ده ما سمع. ده ما سمح بكل رد الفعل بالنسبة لك انت كعب. انت ما عارفة ذاتك. احذر الصحبات والصديقات، يعني ما كلهم، لكن في صديقات ما صديقات بتجي تاخد اسرارك وبتطلعها برا، وهي حقها حافظة، وتمشي تتونس بيكي جوا. ابون سوى وابون سوى وابون جاب وسوى لون وسوى لون. لا لا يا بنتي، سرك ده موتي بيه. الراجل جه من الشغل قال لك الليله احنا في الشغل عملنا، انا اشتركت مع فلان ولا فلان شريكي، ولا مسافر كده لشغل ولا كده، احتفظي بسرك. سرك ده ما تدي لي اي زول. خلي بالك بس من زوجك ومن اولادك في البيت. وحتى لو حصلت مشكله بينك وبين زوجك بسيطه، ما طوالي تحكيها لامك وما تحكيها لصحباتك وما تحكيها لاي زول، لانه اي مره في الدنيا دي عندها بتمر بها المشاكل دي. لكن الإنسان الواعية بتكتم على مشكلتها، ما بتجي تحكيها لأي زول. لكن أنت أول ما تبدي تحكي مشاكلك الزوجية في الجبنة في الشارع يسووكي ونسة. مين ما تجي ها امبارح حصل شنو وقال لك شنو، وليه ما تقولوا لي كده؟ بدل يهدوك للطريقة الصح لا يهدوك للطريقة الغلط. عشان كده يا بناتي حافظوا على بيوتكم وعلى أولادكم، وربنا يسعدكم ويجعل لكم البركة في رجالكم وفي أمولاتكم وفي أموالكم يا رب العالمين. وربنا ينجح لكم وليداتكم يا رب العالمين، ويستر لكم ويجعلهم من حفظة القرآن، ويجعلهم من الذين يخافون على والديهم وعلى أوطانهم يا رب العالمين. ويا رب تسترنا وتستر وليداتنا. وأنا ما عايزة منكم بس دعوة، بس ادعوا لي معاكم. والحاجة التانية أنا وصيتي للرجال، يا إخواني الرجال دي الجمعة دي احنا دايرين الجمعة دي المساجد تكون مليانة عشان نتباهى بالمسلمين. فانت من يوم الجمعة جهزت بالصباح ماشي سوق اولادك معاك صلاة الجمعة. عليكم الله يا وليداتي، وانتم ماشيين الصلاة سوقوا اولادكم معاكم لصلاة الجمعة. والله الجمعة دي جمعة حلوة وجمعة ظريفة وبتغير وبتفرق للواحد.